دي معلقه واحده نشا، او يمكن معلقه ونص بالظبط، يعني معلقه ونص نشا. نحطها كده، ايد تحط وايد تقلب. هندوق كده السكر بقى بتاعها، نشوف السكر عامل ايه. سكرها حلو قوي، مش عايزه حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. حطيت 3 معالق سكر، حطيت 3 معالق سكر، والرزايه كده ايه دخلت على السوا. وده كيلو لبن ما شاء الله اهو، مش عارفه اذا كنتوا شايفينه ولا لا، بالقشطه بتاعته اهو. احطها كده بقى عشان ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يستوي كده شويه في الرز، في الرزايه كده. السكر ده يا جماعه حسب راحتكم انتوا، في اللي بيحبوش مسكر وفي اللي بيحبوا مسكر، دي براحتكم انتوا. هنخليه بقى يغلي شويه كده، يفضل لها تكه والرز تستوي، بس تكمل بقى في الايه، في اللبن. عايزه اقول لكم حبه رز بلبن قشطه، قشطه والله يا تيتا تسلم ايديكي. يفور بس فوره واحده واطفي عليه، علشان النشا ما يبقاش طعمه نشا. ودي ايه، الفانيليا اهي. نقلبها عشان ايه، ما تقعدش في مكان واحد وتبقى ممرره. قوامه اهو يغلي بس. عايزه اقول لكم عسل، والله عسل. اللبن تحفه، ومعلقه الكريم جانتيه وش اللبن كده عسل عسل. دي معلقه كريم جانتيه كده. احنا حطينا نص كوبايه رز، 3 معالق سكر او 4 حسب السكر ده، حسب رغبتكم، ومعلقه كريم جانتيه دوبته في حبه لبن، ومعلقه نشا، معلقه ونص نشا. استنى بقى كده لما القوام يتقل نحط الفانيليا ويدفع عليه. انا بحط الفانيليا في الاخر. بص اللبن، بص الرز بلبن عامل ازاي، عسل. نفرغه بقى في الاطباق. طبعا ايه، الاطباق كل طبق شكل، عشان احفادي ما بيقعدش حاجه، بيكسروا الاطباق. كل اللي بياخد دي من كل ايه فيلم واغنيه، كل طبق كده ايه شكل. عايزه اقول لكم عسل 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 عسل. انا بحط في الاطباق الصغيره دي عشان اللي ياخد طبق ما يفتش منه، عشان ما يصيص. شايفين الحلاوه والجمال، قمر قمر قمر. ما تنسوش تعملوا له لايك وشير واشتراك في القناه. طبعا انا عندي جوز هند، بس ايه احطه بالطلب، عشان عندي اللي ما بيحبش الجوز الهند.